أحمد عز قرر يتزوج بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني. الأيام الأخيرة شهدت أحداث وقعة انفصال المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب. أهلا بيكم متابعيني وأصدقائي الأوفياء، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاشتراك ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لك مني كل جديد. بعد ما اتطلقت بسمة من تامر أخدت بعضها وأخدت عيالها وراحت المغرب، قفلت عليها بابها، ما عادش بتروح وتيجي كتير زي ما كانت مع تامر. حياتها عبارة عن عيالها، بيتها، شغلها، والحياة ماشية على كده. لحد ما في يوم سهرانة مع العيال ماسكة تليفونها بتمسح صورها اللي كانت مع تامر عشان تقدر تخرج من العلاقة دي وتقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي. فجأة لقت رسالة رقم غريب مبعوثة على الواتس من رقم غريب، مكتوب فيها: يا حبيبتي يا بسبوستي، ما تزعليش نفسك، واللي حصل لك يمكن يكون خير، وانت ما انتيش عارفة ده، انت اللي زيك ألف واحد بيتمناها، وعايزك ترجعي زي الأول وما تشيليش هم أي حاجة في الدنيا خالص، ما أنا موجود. بسمة فضلت متنحة قدام الرسالة وبتسأل نفسها يا ترى مين اللي بعت الرسالة دي، كمان بشكل جريء. فكرت وفكرت لحد ما قررت تتصل بالرقم، بس طلع مقفول. ردت على الرسالة، ما حصلش أي رد فعل، وده كمان ما ردش على الرسالة. فضل الموضوع شاغل بسمة لحد ما قررت تخرج مع مجموعة من أصحابها الفنانين. ورقت كده حد من الفنانين المعروفين الرقم اللي بعت لها الرسالة على أمل يكون عارف رقم مين ده. لما الشخص شاف الرقم قال لها ده رقم أحمد عز. ازاي يا بسمة انت ما تعرفوش؟ بسمة بصت كده واتصدمت لما سمعت اسم أحمد عز، وفي نفس الوقت فرحت من جواها لأنها ما صدقتش نفسها إن أحمد عز يكون ممكن هو اللي يكون بعت الرسالة. نص فنانين مصر والوطن العربي هيموتوا عليه. خلصت بسمة سهرتها مع أصحابها ومروحة طول الطريق سرحانة وبتفكر في موضوع عز. دخلت البيت لقت ولادها نايمين، فضلت سهرانة صبحت تفكر في الموضوع لحد ما حصل الحاجة اللي كانت بتفكر فيها طول الليل. لقت عز بيتصل بيها، اتوترت جدا، مكانتش عارفة تعمل ايه، يا ترى ترد عليه ولا لا، ولو ردت هتقوله ايه، لكن بسرعة قررت ان هي ترد. اول ما فتحت عز قال لها: كنت خايف ما تردش عليا، ده انا حظي حلو بقى انك لسه صاحيه لحد دلوقتي عشان اسمع صوتك، ولا يمكن يا بخت التليفون انك ماسكاه في ايدك. في لحظتها بسمة اتثبتت على طول، بس عملت نفسها عبيطة ماهيش فاهمة مين اللي بيرد عليها، وقالت له: يا ترى انت مين؟ وانت مين بقى؟ عز رد عليها وقال لها: معقول يا بسبوستي مش عارفة صوتي؟ مش عارفة صوتي يا بسبوستي؟ عيب والله، ده أنا أحمد عز. بس أنا عذرك، أنت متلخبطة الفترة دي قوي ومش مركزة، حاسس بيكي ومحدش هيحس بيكي قدي. بسمة قالت له: معلش يا أحمد، أنت عارف المشاكل اللي مريت بيها الفترة اللي فاتت. ولسه بيكمل كلامه عز قطعها على طول. لها عيبي لما تقولي انك في مشاكل وانا موجود، امال انا رحت فين؟ انا اصلا بكلمك دلوقتي عشان اللي انت فيه. بصي يا بسبوسه، مش عايزك تزعلي ولا تشيلي هم اي حاجه، ولو على تامر اعتبريها مرحله وعدت من حياتك، محدش هيطلعك من المرحله دي غيري انا. ومن الاخر يا بسبوسه قلبي، انا طالبك للجواز. بسمة اتصدمت وتنحت وقالت له: معقول اللي انت بتقوله ده يا عز؟ انت شايف ان ده وقته مناسب تكلفني في موضوع زي ده؟ قال لها: ده هو ده الوقت المناسب عشان انت محتاجة تعدي الفترة دي، ومحتاجة يكون معاكي راجل في حياتك، وانا من زمان وانا معجب بيكي ونفسي تكوني ليا. انت عارفة يا بسمة ان من بعد حوار زينة ومفيش ست دخلت في حياتي؟ بسمة كانت حاسة انها طايرة من الفرحة، وحاسة ان ربنا بيعوضها بعد تامر، بس ما كانتش حاسة ان عوض ربنا كبير قوي كده وهتكون بالحلاوة دي. بس في نفس الوقت كانت تقلانة عليه، وقالت له: انا محتاجة افكر لان وضعي صعب غير اولادي اللي عايشين معايا. رد عليها عز وقال لها: هشيلك في عيني انت واولادك، بس انت وافقي وكل حاجة انتوا محتاجينها هتلاقوها بين ايديكم. المكالمة انتهت بين عز وبسمة ومستني الرد، وشكلها اساسا هتوافق عليه، وقصة زواجهم هتكون مفاجأة للكل في الفترة الجاية، بنتمنى لهم الخير. أما الأيام الأخيرة شهدت الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب للمرة الثالثة على الورق، والمرة الرابعة ولا الستة اللي بينهم، بعد ما شهدت العلاقة خلاف حاد بين شيرين وحسام على الطيارة اللي كانت متوجهة للرياض في السعودية منذ أكتر من 20 يوم، لما كانت شيرين بتحيي حفلة روائع السنباطي. الانفصال تم بينهم 3 مرات،
ناس قالوا ان هم انفصلوا مرتين، وقيل انهم دي المرة التالتة. طلع واحد من موهوس الترند وقال ان هو هيكون محلل لشيرين لو هي حابة ترجع لزوجها حسام حبيب. أكد موقع صدى البلد إن في حصل خلاف حاد نشأ بين شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب خلال تواجدهم على الطيارة اللي كانت متوجهة للرياض. حصل الخناقة بينهم بالشتائم واشتباك بالأيدي، وده سبب تدخل حسام في شغل شيرين بشكل كبير. ده خلاها تترك بقى المنزل وتسيبه. حاول حسام ان هو يصالحها اكتر من مرة، بس كل المحاولات بقت بالفشل. اتفاجئت شيرين فجأة وقت سفرها للحفلة ان حسام موجود معاها على نفس الطيارة المتوجهة للرياض، وده كان بإذن من المسؤولين بتوع الرياض اللي ما كانش عندهم مشكلة ان حسام يكون موجود، خاصة انه يكون زوجها ومدير اعمالها. كمان حسام بجوار شيرين بيعمل دعاية كبيرة لشيرين نفسها اللي بدأت للأسف تفقد شعبيتها وعدد كبير من الجمهور. الزواج استمر بين شيرين وحسام لمدة 5 سنين، انتهى في الرياض، وده اللي أعلنت عنه شيرين على حسابها على الفيسبوك. قالت أنا كويسة وهو كويس. السبب اللي أدى للخلاف بين شيرين وحسام هو محاولة انفراد حسام حبيب بالإدارة الكاملة لأعمال شيرين، على الرغم إنه أعلن من سنة أو أكتر إن هي لازم يكون لشيرين عندها مؤسسة تدير أعمالها زيها زي الفنانين الكبار زي عمرو دياب، محمد صلاح، المؤسسة اللي بتنظم لهم بياكلوا ايه، بيلبسوا، بيناموا امتى، مواعيد حفلاتهم، بيروحوا فين وبيتقابلوا مع مين، يعني بيتدخل في كل حاجة تخصها. فهو حب يعمل الدور دوت، وخصوصا انه ساكن معاها في نفس البيت يكون هو زيه زي المؤسسة. اما محمد سيد عبد الوهاب اخو شيرين رد على حسابه على الفيسبوك وقال انه ما كانش عاوز يرد على الموضوع او حتى يعلق عليه، ومش عاوز اساسا اكون لي علاقة بالموضوع ده، بس من كتر التليفونات والرسائل اللي اتوجهت لي من الصحفيين رد وقال انه ملوش اي علاقة بموضوع حسام حبيب، ومش عاوز اتدخل في اي حاجة، وهي بتكون اختي ان شاء الله هترجع تكسر الدنيا باغانيها وتمتعنا بصوتها واحساسها اللي مفيش زيه، وبتمنى لها كل خير. ناس كتير كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستجرام ان هما في علاقة توكسي والاتنين بيتكستوا على بعض، واوح ناس تانية كتبت ان هي مستنية ان شعرها يطول عشان ترجع تاني تحلقه، وناس كتبت لها الحمد لله ان قدرت تخلصي من شبح حسام، وناس كتير قالت يا رب تكون فعلا دي الطلقة التالتة عشان ما عادوش يرجعوا لبعض واحنا نستريح. قالوا دي كمان علاقة حيرت حتى الاطباء النفسيين، تقريبا هي كل سنة جديدة بيطلعوا بمشكلة. وبكده يكون وصلنا لآخر نهاية الفيديو. لو سمحت لو عجبك كون كريم معي بالإعجاب والاشتراك في القناة. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.